والاتحاد الاشتراكي يريد أن يبني وطن رغم الاختلاف الإيديولوجي ببرنامج حقيقي والذي سيراه المغاربة. هدفنا أن ننمي هذا المغرب، هدفنا أن نبني المؤسسات، هدفنا أن نفعل الدستور، هدفنا أن تكون لنا قوانين تنظيمية، هدفنا أن نتوجه بهذا المغرب إلى المستقبل وأن يكون هذا المغرب المستقر بطبيعة الحال مستقرا غدا بمؤسساته القوية، المؤسسة الملكية والمؤسسة الحكومية ومؤسسة الأحزاب بما في ذلك العدالة والتنمية. لا نريد أي حزبا أن يكون حزبا كما أشار ذلك الوصف، لأنني أنأى بنفسي عن ذكره، ولكن أقول بأننا أقوياء بمؤسسات حزبية سيدة بديعة الراضي في مشاربنا. سيد حسن حمور، كلمة الختام في دقيقة واحدة لأن الوقت داهمنا. ضيفتي تقول فشل المخطط كما فشل الربيع. سيد حسن حمور، فشل مخطط العدالة والتنمية كما فشل الربيع العربي السياسي. صفحة وطويت والمغرب يتوجه نحو صفحة جديدة. تفضل كلمة الختام في دقيقة. جميل جدا أن الأستاذة البديعة الراضي تعتبر نفسها من القوى التي تريد أن تطوي صفحة الربيع، وهذا ما يسمى إعلاميا وبين عموم الديمقراطيين بالثورة المضادة بين قوسين. لكن اسمح لي أستاذ حكيم في ختام هذه المشاركة أن أقول لك بأن الاعتراض على الاتحاد الاشتراكي ليس على تاريخه وليس على رصيده النضالي، هذا لكن قلناه. الاعتراض على الوظيفة التي الاعتراض على الوظيفة التي بات يقوم بها في مسار إيقاف الانتقال الديمقراطي. واسمح لي أن أقول لك بأن الإشكال الحقيقي اليوم في المغرب على أهمية الحكومة ليس في الحكومة ولكن في الأغلبية البرلمانية أساسا. هناك خطة أو هناك استراتيجية لكي لا تكون الأغلبية مستقلة داخل البرلمان، ولذلك الاتحاد الاشتراكي حرص على الدخول إلى الأغلبية ليس عن طريق رئيسها المكلف سواء الأستاذ عبد الله بن كيران أو الأستاذ الدكتور سعد العثماني، ولكن عن طريق أو دخل تحت جبة عزيز أخنوش. وأنا أعتقد أن الإشكال سوف يبقى مطروحا والديمقراطية والمسار الديمقراطي مهدد بمشاركة الاتحاد الاشتراكي الذي فعلا تجاوز في حق. ستكون لنا عودة ما دام الإشكال مطروحا كما كنت تقول. وكل الشكر جزيل لكما، أرجو أن أكون قد أنصفتكما. السيدة بديعة الراضي، كل الشكر جزيل لك، الكاتبة الصحفية عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كل الشكر جزيل لك أيضا سيد حسن حمور الكاتب والإعلامي، كنتما معنا في فقرة وجها لوجه.